غير قادر، دي تبقى حاجه خارجه عن ارادتنا، لكن غير كده لا، لازم تكمل. كابتن احمد، يعني بنتكلم على مشاكل في اداره النادي الاهلي، كنا دايما بنتكلم على مشاكل في اداره نادي الزمالك. دلوقتي بنتكلم على مش مشاكل، بنتكلم على تغييرات، على مواقف. هجوم من كابتن حسام غالي على كابتن محمود الخطيب يتبعه استقاله رسميه للكابتن دي الاخبار يعني، استقاله رسميه او اعتذار رسمي لمجلس الاداره والمدير التنفيذي عدم دخوله للانتخابات مره اخرى. في دايما علم الاداره بيديك القرار في الوقت التوقيت المناسب يعني. علم الاداره، علم الاداره ده علم اساسي بيدرس في الحقوق يعني. نادي كبير زي النادي الاهلي بتحمل مسؤوليته وقراره، وانا راجل على الراس فيها. انا مختلف معاك طبعا في اللي انت قلت ان ده مش امبارح ومش اول. طب احنا عندنا النادي الاهلي عنده ماتش يوم الاحد، هل يوم الجمعه او فجر الجمعه؟ لا، مختلف معايا في ايه؟ انا بقول اللي انت ان قلت ان اعتذار الموضوع كابتن محمود الاعتذار الخطيب والقعده هو واخد القرار بقاله فتره. طيب تمام، بدليل ان هو قعد مع كل، يعني انا عملت تليفونات خلال الساعات الاخيره، قعد مع كل الناس اللي في النادي بصوره مكثفه، وتحس ان هو بيقفل ملفات موجوده يا كابتن طارق. النادي الاهلي نادي كبير، ما ينفعش في اثناء موسم او في وقت معين. بس انا برضه في الاداره ممكن اكون تعرضت لضغوط، بس يبقى في وقت معين مش هقدر اسيب نادي الزمالك واجري او اسيب نادي الزمالك وامشي، الا لو كابتن اكرامي زي ما قال فعلا الناحيه الصحيه هي شيء اساسي جدا في نجم زي محمود الخطيب، ايقونه للكره المصريه والعالم العربي كله، تاريخ صورك ان هو انتماء اهلاوي، لكن برضه كان منتخب مصر وكان ليه تقل وكبره يعني. لكن التايمنج غريب بيرتبط بمشاكل في دايما المشاكل في انديه، الاسرار او الاوضاع ما تبقاش علني يعني. في اداري ده راجل بيقبض راتب يا كابتن طارق، ما يقدر المفروض ما يطلعش اسرار النادي، لكن برضه اما بكون عضو مجلس اداره ما يجيش اثناء المده بتاعتي الا لو انا استقلت اشرح اسباب الاستقاله واقول انا مشيت ايه احتراما لهذا الكيان. انت بتنتقد حسام غالي؟ حسام طبعا انسان كويس، انا ما اعرفش طبعا لان شكل الموضوع فيه ضغوط عليه كبيره جدا، لكن يوم ما حسام يسيب النادي الاهلي حقه على الاعضاء اللي انتخبوه، وحسام خد اصوات كبيره جدا، يقول يا جماعه المده اللي انا قعدتها ال4 سنين 1 2 3. خلي بالك هو ما بيحضرش، هو يعتبر مش موجود. ما بقول لك عادي، ما هو في حاجتين، ممكن في عمل ايجابي وعمل سلبي. لازم نعترف طبعا الاداره في مصر فيها مشاكل. هو الرئيس اسمه مجالس الادارات مثلا 12 واحد، الرئيس هو اللي بيدير. اتحاد كوره على خبرتي، انديه، احنا كان مثلا في رئيس نادي يعني حسين لبيب هو اللي بيدير بنسبه كبيره، يكون ليه طبعا ليه دور اكبر. بقول لك ده الاداره كله بيدور على الرئيس. الخطيب في النادي الاهلي كان قبل كده صالح سليم، كان مرتضى منصور في نادي الزمالك، وعاشرنا وشفنا لما يعمل مجالس ادارات 12 واحد. في ناس في مجالس الاداره بتحب تقعد ان هي ايه، تبدي ملحوظه، يبقى ايجابي يبقى سلبي، لكن فين هو دوره عشان الناس ينتخبوه؟ عايز توصل ليه؟ عايز اقول للنادي الاهلي في خطا من كابتن حسام غالي، في خطا من كابتن الخطيب. خطا النادي الاهلي نادي كبير، وزي ما النادي الاهلي مش عايز يقع، زي ما الناس بتحاول كانت تهد نادي الزمالك، مش عايز نادي الزمالك يقع، لان دول قوام الكره المصريه، هم دول اللي بيعملوا منافسه، وهم دول اللي بيعملوا حلاوه كره القدم. خطا كابتن حسام في ايه وخطا كابتن حسام غالي جوه مجلس الاداره في بيتك اعترض، واحنا مثلا عندنا في مجلس اداره الزمالك انا ما فيش حاجه مش عاجباني بعترض فيها، بس داخل البيت. يمكن الكابتن اكرام قال في حالات قبل كده، لا كان كابتن طاهر ابو زيد كان في مشاكل مع الكابتن صالح، العمري فاروق كان بره القائمه بتاعت الكابتن حمدي حسن حمدي، والكابتن الخطيب وهو الوحيد اللي خرج دخل بره القائمه، وكان في مشاكل لولا العامل عمري بتريثه الله يرحمه قدر يندمج في وسط المجموعه. كابتن طاهر ابو زيد كان بره المجموعه، واخد بال حضرتك، وكان في خلافات جامده كبير جدا، ولكن يعني كان باسم النادي الاهلي مش موجود. فحسام كان دايما لازم يقفل جوه النادي الاهلي، جوه بيته وجوه مجلس الاداره يقول. كابتن الخطيب طبعا حاجه كبيره جدا في كره القدم المصريه، وحاجه لرمز النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده تحديات كبيره جدا لسه، النهارده فاضل يومين وبياخد تايمنج معين في جمعيه عموميه يوم 19، انا بحضر الجمعيه العموميه، وبعد الجمعيه العموميه ما تخلص يا جماعه انا النهارده بعد تقديم الحساب الختامي او قانون الرياضه الجديد بنشرح الموضوع. انا شايف ان الفتره الجايه مش هبقى موجود في النادي الاهلي. في حاجات اتخاذ القرار في وقت معين، زي ما انت قلت عمل لبس في النادي الاهلي، ما ينفعش النادي الاهلي
يقول لك ده كابتن حسام والبزاوي امبارح ما حضرش وبقت العمليه. انا عانيت كده في نادي الزمالك، هيصه. فمن امبارح ولسه بكره وبعده وبعده وبعده. انت عارف في يعني المعلومه اللي عندي ان، او يقال يعني ان في مجلس الاداره واحد من اعضاء مجلس الاداره قال لي كابتن الخطيب في 2 غايبين النهارده. قريناها كلنا. من مجلس الاداره. فكابتن خطيب انفعل، عمل كده، قال لا في واحد بس اللي غايب هو الغزاوي. برضو حسام غالي اسم كبير وتاريخه، لو كان بيتجاهل في مجلس الاداره ده حاجه مش كويسه. تمام. وده انا بقول لك عن تجارب شفتها في خبرات في اتحاد الكوره وفي نادي الزمالك على مدار سنين طويله. للاسف في مصر بياخدوا الرئيس هو الاساس، هو اللي يدير، والباقي يعني ايه تبقى حواليه. لازم قانون الرياضه كان يغير هذا الشكل ويغير 12 واحد، ما يبقى لازم كل واحد ليه دور. لان انا رحت انتخبت، الناس انتخبوني ودين اصوات، لازم اكون في امانه في العرض بس داخلي وليس خارجي. بعد ما اخلص مدتي ال4 سنين لازم اشرح للناس انا ال4 سنين انتخبتني، اقول ايه اللي انا عملته في ال4 سنين وايه المعوقات اللي انا شفتها. دي امانه للناس اللي انتخبتها. السلام عليكم. بعد قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي لفترة أخرى، الحقيقة كان في ردود أفعال مختلفة جدا وفي لغط كتير جدا حول الموضوع. بداية يا جماعة احنا كأهلاوية عايزين نأكد رغم حبنا الكبير للكابتن محمود الخطيب ورغم ان احنا فترة وجوده في رئاسة النادي الأهلي كانت من أزهى الفترات على النادي الأهلي، لكن انا عايز أأكد بس ان الأهلي باق سواء وجود الكابتن محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب غير موجود. مش عايزين نربط نجاح النادي الأهلي واستمراره بوجود الكابتن محمود الخطيب. احنا كده ما تزعلوش بنقلل من النادي الأهلي رغم احترامنا الكامل للكابتن محمود الخطيب. محدش يقدر ينكر مثلا ان الكابتن صالح سليم كان رجل ذو كاريزما وشخصية قوية جدا ويعتبر هم من مؤسسي النادي الأهلي ومن أكبر رؤساء الأندية وأشهرهم للنادي الأهلي. ومع ذلك الكابتن صالح سليم توفي ومسك بعد منه الكابتن حسن حمدي. أنا أذكر إن أنا كنت من الناس اللي ما كنتش مقتنع بالكابتن حسن حمدي بعد ما تولى بعد الكابتن صالح سليم، ولكن بعد الكابتن صالح سليم جه الكابتن حسن حمدي. كانت من أزهى فترات النادي الأهلي فترة الكابتن حسن حمدي، وكان معاه في الفترة دي في الفترة الأولى كان أمين الصندوق الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده الكابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي، وجه بعد كده السلسلة بتتواصل بالكابتن محمود الخطيب. طبعا لا نغفل فترة المهندس محمود طاهر كانت فترة ناجحة برضه رغم اختلافنا أو اتفاقنا. اللي عايز أقوله إن كل أبناء النادي الأهلي هم بيمثلوا كيان النادي الأهلي، بيعملوا بإخلاص. احنا مش زي الأندية التانية، ما عندناش تصارع، ما عندناش تراشق، ما عندناش تصفية حسابات. في المقام الأول أي حد من أبناء النادي الأهلي بيمسك منصب في النادي الأهلي بيبقى همه الأول والأخير مصلحة النادي الأهلي. عشان كده لما جاءت تصريحات حسام غالي، الحقيقة حسام غالي بيتم الدفع به من جهات معينة من فترة كبيرة عشان يتصدر المشهد في النادي الأهلي. عشان كده تم قول التصريحات ديت ضد الكابتن محمود الخطيب. وكنا عارفين قبل كده ان كان في حملة على الكابتن محمود الخطيب من زمان. حتى وزير الرياضة الموجود دلوقتي اللي هو اشرف صبحي ده الزملكاوي كان برضو بيحاول يفرض قانون بند ال8 سنوات عشان يمنع ترشح الكابتن محمود لفترة اخرى. في كل الاحوال يا جماعة الراجل فعلا كان عنده ظروف صحية سيئة الكابتن محمود الخطيب، وبرضه لنا ان احنا نكون حسنين النية. الراجل برضه ظروفه الصحية بتخليه يبعد كتير عن رئاسة النادي الاهلي. انا افضل احد ابناء النادي الاهلي المخلصين ان هو يمسك في موقعه بعد بداية الترشح يعني في شهر نوفمبر، لان طبعا انتخاباتها هتجرى في شهر نوفمبر لان اخر فترة للمجلس الادارة الموجود دلوقتي اللي هو الكابتن محمود الخطيب ومجلسه يوم 25 نوفمبر او في شهر نوفمبر القادم. كل ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي هتتوافق عليهم الجمعيه العموميه قادرين باذن الله ان هم يسيروا الامور. انا في وجهه نظري مع كامل الاحترام لاي وجهه نظر حد، الاقرب في وجهه نظري حاليا هو ياسين منصور ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ يكونوا مجلس اداره باعضاء جمعيه باعضاء مجلس اداره مخلصين من ابناء النادي الاهلي.
لا ننسى ان في المجلس الحالي شخصيات محترمه جدا، منهم الكابتن خالد مرتجي او المهندس خالد مرتجي، شخصيه محترمه جدا. في بعض اعضاء مجلس الاداره الموجودين قادرين ان هم يستمروا مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بكل امانه، شخصيات محترمه قادره ان هي تقود النادي الاهلي. النادي الاهلي ككيان مش بيتوقف على اشخاص. كلنا طبعا كان نفسنا الكابتن محمود الخطيب يستمر، مش عايزين نطلع بنظريه المؤامره ونقول اصل في اوامر، اصل في مش عارف ايه. لا يا جماعه، الاهلي ما بينضغطش عليه باوامر ولا الكلام ده. والكابتن محمود الخطيب اكبر كتير من ان احنا نقول ان هو طلع قال كده عشان واحد زي حسام غالي. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، لا. قبل كده كان في حمله كتير وكان في كلام كتير، والكابتن محمود الخطيب استمر في الرئاسه. لكن بكل امانه احنا شفنا الفتره الاخيره كان بيبتعد فترات كتيره عن مجلس الاداره وعن القرارات، وكان في قرارات كتير بتاخر للظروف الصحيه للكابتن محمود الخطيب. مفيش مشكله ابدا، عادي. كل ابناء النادي الاهلي ان شاء الله المخلصين قادرين ان هم يقودوا دفه النادي الاهلي.